اهلا بيكو صبايا بعد الأربعين. النهارده هنعمل وصفه جميله جدا جدا لكعب الرجلين، هتنعموا وترطبوا وكمان هتعالجوا من لو في التهابات او تشققات او خشونه، فكل دوت وصفه كامله متكامله للكعب. بصراحه جميله جدا ممتازه، ومكوناتها بسيطه جدا جدا ورخيصه خالص خالص. طبعا اغلبنا راح يعني مصيف، او يعني الاغلبيه مننا راح مصايف. بنروح مصايف وانا يعني واحده منهم. فانا لما رحت المصيف طبعا مش عاوزه اقول لكم ميه البحر قد ايه مفيده جدا للجسم، خصوصا الجلد. وكمان الرمل بتاع البحر. الرمل دوت عباره عن مساج طبيعي للرجلين وسكراب طبيعي جدا جدا للرجلين. فوانا في الشاطئ قعدت كده، لميت كده، خدت كام معلقه من الرمل اللي بتاع البحر. بس مش اي رمل، الرمل اللي هو مبلول من ميه البحر. يعني مش الرمل الجاف اللي بيبقى بعيد، لا، الرمل اللي هو الموج بيبقى رايح جاي عليه. جبت كده شوية معايا وانا جاية، وقلت هعمل منهم سكراب وماسك للرجلين وكعب الرجلين. مش عاوزه اقول لكم قد ايه الماسك ده جميل ومفيد، وان شاء الله لو عجبكم اتمنى سبسكرايب ولايك وشير. طيب الماسك ده هنعمله ازاي، او السكراب ده او التقشير بتاع كعب الرجلين اللي هنعمله من رمل البحر المبلول بميه البحر. ولازم يكون مبلول من ميه البحر، لان ميه البحر دي كلها اصلا معادن وفيتامينات واملاح مفيده جدا جدا للجلد. وفي نفس الوقت الرمل بتاع البحر بيدي طاقة إيجابية جدا، بينعم الرجلين، ويعتبر مقشر طبيعي للرجل. طب هنعمله ازاي؟ هنجيب مثلا، انا هعمل هنا كمية صغيرة، هنجيب مثلا معلقة من الرمل بتاع البحر اهو، نحطه في اي بولة، معلقة او معلقتين او معلقة ونص، يعني حسب الكمية. طبعا هتبقى كمية اكتر من كده، بس انا عاملاه نموذج يعني. بعد كده هتجيبي اي عندك مثلا اي شاور جيل عندك، وتحطي عليه شوية شاور جيل بالمنظر ده، وتقلبيهم مع بعض. شايفين القوام بتاعه عامل ازاي؟ طيب نفترض مثلا ما عنديش شاور جيل، او يعني عاوزه برضو حاجه اوفر وارخص. اي بواقي صابون عندك، بواقي الصابون اللي عندك، بدل ما ترميهم يا ستي حوشيهم في اي بوله، وحطي عليهم دوبيهم بشويه ميه، او ابشريهم الاول وحطي عليهم شويه ميه ودوبيهم، هيبقوا عاملين برضو زي الشاور جيل، ومننا استفدنا بيهم. بدل ما نرميهم بحاجه بسيطه، بدل ما ترميها لا، استفيدي منها في اي ماسك او اي سكراب هتعمليه للرجلين. طيب انا هنا حطيت هنا شاور جيل. بعد كده مثلا انا بفضل دايما زيت الزيتون، فانا احط هنا برضو شويه زيت زيتون. يعني هي كلها مقادير كده بالوايه، يعني حبه كده زيت زيتون، واقلبهم بقى مع بعض كويس قوي. شايفين القوام بتاعه عامل ازاي؟ تمام. بعد كده ما عندكيش مثلا، نفترض مثلا ما عندكيش زيت زيتون، او زيت الزيتون بيبقى غالي شويه، ستي اي زيت عندك، اي زيت عباد الشمس، اي زيت ذره. قليتي مثلا شويه بطاطس وبقى شويه زيت، حطيه برضو، مش هيقول لا، حسب امكانياته، كل واحد حسب الامكانيات بتاعته. بعد كده طبعا انا قبل ما اعمل الماسك دوت او السكراب دوت على كعب الرجلين بتاعتي، طبعا بكون لازم احضر الجلد بتاع كعب الرجلين انه يتقبل الماسك ده، ويتقبل التقشير اللي هيجرى له. فبكون انقع رجلي الاول في ميه دافيه كده، عليها شويه ملح صغننين، على شويه بيكربونات، وانقعها قد ايه، مثلا ربع ساعه تلت ساعه. واول ما الجلد يطرى كده شويه، اقوم جايه مرره السكراب دوت، حطاه على فرديه على الرجلين كلها، مش الكعب بس، الرجلين كلها بمشط الرجلين بالصوابع بكله، واعمل كده مساج
يعني مساج بسيط قوي مش قوي يعني على الجلد بتاعي. طبعا هيكون طري اصلا من ان انا كعب رجليا بقى لي نص ساعه. بعد كده اسيبه برضو على رجلي حوالي ربع ساعه، وبعد كده اشطفه بميه فتره، وبعد كده ابتدي ارطب رجلي. يعني انا مثلا هنا ادي كده هجربه معاكم على حته صغننه من ايدي. ادي كده نفترض الماسك اهوت، حبه صغننين خالص اهوت. ابتدي ان انا احطه على رجليا، وعلى فكرة ممكن برضو ينفع للإيد، مش هيقول لأ. وأعمل مساج كده بسيط، وأسيبه قد إيه، نص ساعة أو ربع ساعة حسب الوقت بتاعك. بعد كده ما أشطب بقى إيديا أو رجليا بمية دافية، وبعد كده ابتدي اعمل المرطب للرجلين بعد ما عملنا له. لان اي تقشير يا جماعه لازم يعني لازم بعديه على طول نعمل ترطيب قوي للمكان اللي عملنا له تقشير او المكان اللي عملنا له سكراب. طيب هنرطبه ازاي بقى؟ عندنا مثلا اهم حاجه يكون عندي كريم فيه يوريا. اي كريم عندك بقى فيه يوريا. انا مثلا هنا عندي يوريكير اهوت، يوريكير. فانا مثلا احط شويه من اليوريكير على شويه كده في طبق اهوت. يوريكير اهوت. بصراحه يوريكير ده ممتاز ممتاز، اي كريم فيه يوريا. طبعا حسب كميه اليوريا اللي موجوده بيكون الترطيب، لان اليوريا اصلا مرطب قوي. وبعد كده احط شويه كريم بنسينول عليه، او برضو شويه هنا كريم بنسينول اهو عليهم. وابتدي انا كمان ساعات بقى بحب احط ايه حاجه عطريه، يعني زيت برضو عطري. مثلا هنا عندي زيت ورد، بحط شوية. عندك زيت لافندر، اي حاجة ريحة تكون زيت عطري عندك بتحطي منه برضو شوية صغننين قوي كده. الله، الريحة جميلة جدا بتاعة الورد، انا بحب قوي زيت الورد جدا جدا. وبعد كده ابتدي اعمل كده مع بعضه، امزج الخليط كده مع بعضه، وبعد كده ابتدي افرد منه على المكان اللي عملت له. ادي مثلا اهوت، او اعمل كده وافرده على المكان اللي عملت له تقشير. طب يفضل طبعا واقعد بقى بيه مثلا ساعة. اول جلد هيمتص بسهولة جدا جدا جدا. طبعا لو عملت التقشير ده او السكراب ده عملته بالليل، يا سلام بقى لو لبست مثلا شراب او كيس نايلون، او لو كان عندنا الشراب اللي هو بيبقى موجود فيه مواد سيليكون كده تلبسيه وتنامي بيه، والصبح تشطفي رجليكي. ويا ريت تقولي لي بقى، تعلقي لي وتقولي لي شفت الرجلين بقى عاملة ازاي. صدقيني هتلاقيها في منتهى النعومة ومنتهى الترطيب. واي يعني مع التكرار اي مثلا تشققات او اي التهابات هتلاقيها خفت وراحت تمام. واشوفكم ان شاء الله على خير المرة الجاية.